اللي تعرضت ليه البلوجر سارة، وازاي فقدت عينيها الاتنين في الحادث اللي تعرضت له وهي مع خطيبها لما اتضرب عليهم نار وهم في العربية مع بعض. وفي أحدث ظهور ليها طلعت وهي بتبكي وبتشتكي من خطيبها السابق اللي اتخلى عنها، ومش بس كده، ده كمان بيهددها. في الفيديو: كلكم عارفين اللي جرالي، كلكم عارفين ايه اللي حصل لي، والخرطوش اللي أخدته في دماغي، وال70 غرزة اللي أخدتها، وعيني اللي اتصفت، وعيني التانية اللي الأمل فيها ضعيف، والأمل الوحيد اللي عندي إن نفسيتي تتظبط علشان يبقى في أمل، والأمل اللي عندي ما ينتهيش. وكملت كلامها وقالت: يا جماعة أنا فديت حد بعناية، يا جماعة أنا فديت حد كان جنبي، سواء خطيبي أو أي راجل غريب. أنا ما استاهلش إن الشخص ده يبقى مصدر لتدمير نفسيتي. الشخص ده اللي كان خطيبي بيهددني وبيقولي احترمي مرضك، علشان خاطر لما الناس سألتني هو انت رجعت لحياتك القديمة، قلت لهم هرجع لحد اتخلى عني. وأقسمت وقالت: يا جماعة أنا ما بقولش غير الصراحة، أنا شفت تخليه عني قدام عينيا. يا أخي، ده لو أنت راجل غريب وأنت معرفتش تحميني المفروض عينيك تكون مكسورة. ده أنا بنت جنبك وأنت ما قدرتش تحميني. وقالت إنها تعرضت لمواقف كتيرة قوي زعلتها من خطيبها، وقال عليها إنها بتدعي المرض، وبتقول: بعد كل اللي حصل لي ده، بعد عيني اللي اتصفت، أنا كده ما خسرتش حاجة. أنا ما كنتش عاوزة أتكلم، أنا ما شفتش أي موقف منه يدل على إنه متمسك بيا. في حاجات كتيرة مش عاوزة أقولها. بعد ده كله بيهددني وبيقولي احترمي مرضك. وكملت كلامها وقالت: انت ما قدرتش تحميني وعرضتني للخطر، وانا كل ما اقول نفسيتي متظبطة يحاول يدمر لي نفسيتي. انا ما خسرتش حاجة، كل اللي حصل لي ده وما خسرتش حاجة، وفي الاخر يتقال لي انا جرالي ايه؟